غيرت من الماك للويندوز بعد اكتر من 7 سنين مع الماك. اكتر حاجه كانت عجباني في الماك هو وزنه الخفيف، ولقيت لابتوب وزنه اخف منه بكتير. الشاشه بتاعته اوليد حرفيا الوانها تحفه، يعني وانت بتتفرج كده على محتوى ولا اي حاجه انت بتستمتع حرفيا. الماك كان فيه بصمه بس للصباع، اللابتوب ده فيه بصمه للصباع وفيس اي دي بتشتغل بالاشعه زي الايفون. الحركه دي لو عملتها في الماك هيعيط. ده غير مميزات الاي اي اللي موجوده في اللابتوب ده زي كوبايلوت وام اس اي سنتر اللي من خلاله بتخلي الاي اي يقدر يختار انسب وضع بالنسبه لك، فبالتالي تقدر تاخد افضل اداء ممكن باقل استهلاك للبطاريه. ما اقدرش اعيش مع الماك من غير الهاب لان هو فيه كل المداخل اللي بستخدمها اصلا، لكن اللابتوب ده تقريبا فيه كل المداخل اللي انا محتاجها. وبالنسبه لاداء اللابتوب ده فبيجي ببروسيسور انتل الترا 7 155 اتش وجي بي يو انتل ارك. وبصراحه اللابتوب ما اثرش معايا خالص في الاستخدام ولا في المونتاج ولا في الالعاب. وفي تفصيلتين عجبوني جدا في اللابتوب. اول واحده لما بتيجي تفتح اللابتوب التصميم بتاعه بيخليه ان هو يترفع